أزمة محمد فؤاد الأخيرة مع الدكتور. بصرف النظر عن نوع الخلاف مين اللي غلطان فيه، بس استوقفتني جملة قالها فوقش، وهي انت ما تعرفش انا مين. لا، احنا عارفين انت مين وهو اكيد عارف انت مين، بس طالما دخلنا في المنطقة دي وجب علينا نقول لحضرتك برضو ونذكرك انت برضو كنت بتكلم مين. انت بتكلم طالب ثانوية عامة اجتهد وسهر وذاكر وتعب، واهله صرفوا عليه دم قلبهم علشان في الاخر في نظام التعليم بتاعنا اللي لا نحسد عليه اجتازه برغم كل صعوباته، وتفوق بمجموع لا يقل عن 94-95% علشان يوصل لكلية طب ويوصل للمكانة اللي انت شفته فيها دي. فكان لازم حضرتك وانت بتتكلم معاه تتكلم معاه برضو باحترام، تتكلم معاه بأدب، وما كانش ينفع التطاول اللي حصل منك على الدكتور. طبعا بدون الدخول في اي تفاصيل تانية، انت بتضيع تاريخك، التاريخ اللي احنا عرفناه عنك من زمان. وواضح ان انت الموضوع ابتدى يوسع منك، وابتدت في احداث غريبة ابتدينا نشوفها، ان فعلا بقى في عامة القوم، وبقى في علية القوم، وبقى في نوع من انواع الغرور والكبرياء على عامة الشعب. فارجوكم تلتزموا حدودكم، وتعرفوا ان الشعب ده فئة كبيرة مش صغيرة، او عامة الشعب فئة كبيرة مش صغيرة. ولما تتكلموا معاهم برضو باحترام، لان كلنا في الاول وفي الاخر مصريين. وبالنسبة للاخت اللي طلعت تدعي برضو ان هي قريبة محمد فؤاد، وبتقول احنا علية القوم وانتوا عامة القوم، وكلام غريب كده فيها احنا وانتوا، لا، هو كلنا مصريين. فواضح ان الناس دي عايزة تعيد من جديد، او يتعاد من جديد تأهيلها ازاي تعرف تتكلم، او ازاي تعرف تخاطب الناس اللي موجودين في المجتمع حواليهم. احنا مش عارفين انت مين، لا احنا عارفين انت الجميل اللي لايق عليه الغرام. ارجوك التزم الادب وانت بتتكلم مع دكتور محترم تعب وشقي في حياته علشان يوصل للمكانة اللي هو فيها دي.